في عندما اقول بلبله في اشياء كثيره مش مفهومه حاليا حقيقه، وفي يعني ربما الجيش السوري الحر لا ليس لديه معلومات عما يجري على الارض، ربما هناك جماعات في الداخل يعني هي اللي بتقرر وهي التي تقود وهي التي تهاجم. مثل ما قلت انا في احد مقالاتي، لحظه شوي، مثل ما قلت طب هي الثوره الليبيه قامت وكويس، مين كان اللي جاب القوات الناتو لليبيا؟ اللي جاب قوات الناتو لليبيا محمود جبريل ومحمود شمام وعبد الرحمن شلقم واللي هو علي الترهوني، وهذول اللي جابوا اللي اقنعوا ساركوزي، وكانوا بالاضافه طبعا لدول عربيه. وين هم الان؟ من الذي يقرر على الارض في ليبيا؟ مش علي الترهوني ولا محمود شمام ولا محمود جبريل ولا غيرهم. اللي بيقرر انه الناس الميليشيات اللي على الارض هي الان اللي تحكم ليبيا. انت كانك تلمز يعني على فلذلك على انا ما اريد ان اقول، شوف انا مع الثوره السوريه، وانا ممنوع من سوريا من 14 سنه، وجريدتي ممنوع. لما كانوا هؤلاء مع النظام انا كنت ضد النظام وما زلت ضد النظام ولن اغير رايي، لكن في اشياء حقائق يجب ان تقال. احنا الان يا اخي بلد يدمر امامنا، بلد يتاكل. انه في ناس انتقادات لك انه من قبل يعني نشطاء والثائرين وكذا، انه موقفك انت من الثوره السوريه ليس كموقفك مثلا من مصر في تونس لا طبعا يعني. يا أخي في مصر كانت ثورة سلمية، وفي تونس كانت ثورة سلمية، الآن وفي سوريا بدأت سلمية وما احنا معها وما زلنا معها حتى لم يعني احنا مع الثورة. والنظام السوري نظام يقتل ويرتكب مجازر في حمص وفي غير حمص، ونقول ذلك في وضح النهار، وكان يجب أن لا يقدم على هذه المجازر. ما هي مخاوفك أنت على أنا خايف على سوريا، أنا خايف سوريا أن يقتل وطن يعني طبعا أنا خايف، أنا من حقي يا أخي، أنا كلهم بالنسبة لي سوريين، اللي مع النظام سوريين واللي ضد النظام سوريين. أنا يا أخي هذه بلدنا سوريا، بلدنا سوريا يعني فعلا شرف. سوريا تاريخ الأمة، سوريا احتضنت أول إمبراطورية إسلامية في التاريخ، أول إمبراطورية عربية في التاريخ. هذه لازم لا يختلف معك أحد. طبعا لكن أنا لازم أخاف طبعا في حمص مؤلم. في حمص يعني معقولة كل يومية 120 طبعا هذه مجازر، يعني هذا الله برضاها يعني. هذا مجازر وهذا إجرام، ولا يجب أن نسكت عنه، وكل من ارتكب هذه الجرائم يجب أن يحاسب حقيقة. لأنه لما أنا أشوف منظر الأطفال ومنظر الناس المدنيين وهم يقتلوا بالقذف بالصواريخ وبالمدفعية الثقيلة، هذا إجرام، والنظام يجرم ويقتل حق ويقتل شعبه، ونحن ضد هذه يعني الممارسات. عندما تكون سوريا في قلب كل عربي ويرى هذا التضامن العربي حتى لو كان ما مترجم بمظاهرات، لأن ربما ينزف كونها بقلب كل عربي، ينزف بنزفها ويموت بموتها أي مواطن هذا بلدنا، هذا عربي أهلنا. وألهبت حالة حتى الجماهير وحالة يعني الاستياء من قضية المنهجة القمعية التي يستخدمها النظام السوري في هذا الأمر. لكن إلى متى هذا الدم السوري المهدور؟ إلى متى يعني لا في تدخل عسكري ولا في ضربة عسكرية؟ حتى أنت لما تطرح قضية أنه التدخل عسكري وناتو هذا مش موجود أصلا في الحالة السورية، وأنت تعرف هذا جيدا. لأنه فيش في سوريا نفط، والله لأنه ما في سوريا نفط. لأنه يا أخي طب بدي أسأل سؤال، يعني بكرة حتتدمر سوريا زي ما تدمر العراق، زي ما تدمر، مين بده يبني سوريا؟ طيب العراق في عنده 190 مليار برميل احتياط من النفط، في ليبيا في 60 مليار ليس دولار النظام قادر يقطع الطريق على هذا طيب على هذا الامر، يقطع الطريق عليه. مين بدي انا بسمع كثير الان، طيب يسقط النظام في 60 داهيه النظام. طيب بس انه طيب ايش خطط ما بعد سقوط النظام؟ ايش من وين بدهم يجيبوا فلوس اذا وقفت الحرب الاهليه؟ الحرب الاهليه في لبنان 18 سنه، ولبنان كله بديش احكي المثل الصغير هذا كله هالقد. طيب هذا لبنان 18 سنه، بكره اذا انفجرت الحرب الاهليه في سوريا، سفير تركيا في بروكسل امبارح تصريحات له بقول انه النظام يتمتع بدعم الطبقه الوسطى في سوريا وعنده مؤيدين وعنده. طب يا اخي طب هالمؤيدين هذول ايش بدنا نذبحهم احنا؟ طب مش شعبنا كمان؟ يعني كمان طب مش بدنا نعمل تعايش؟ وريني. انا لحتى الان لم اقرا خطه او برنامج لسوريا ما بعد الثوره، ما بعد سقوط النظام. ايش بدهم يعملوا اذا فعلا توقفت الحرب الاهليه؟ هذه نقطه. مين بده يعمر سوريا في حاله دمارها؟ مين بده يعمرها؟ العراق زي ما قلت عنده نفط، ليبيا عندها نفط. تدمر يا استاذ عبد الباري طالما بامكان حتى النظام السوري الان عندما يقول والله في مؤامرة كونية وفي حرب أهلية وهذه المخاطر التي يتكلمون عنها، مع العلم يعني ليس سألتك عن الحرب الأهلية، المعنى أن الحرب الأهلية تأخذ معنى المواجهات العسكرية وتأخذ منحى طائفي، يعني هي مخاطر بإمكانه أن يقطع الطريق على المتربصين طبعا. على المتآمرين طبعا. على كل الناس حتى على الغليونيين طبعا. حتى نفسه طبعا. ويقول يا جماعة الخير شكرا لكم
أنا ظليت 40 سنة في هذا الحكم، نساوي جمعية تأسيسية، يتنحى الرئيس ونبدأ مرحلة انتقالية ويقطع طريق على الجميع. وهذا الناس بيشعر المتظاهر السوري صار له 10 أشهر تعب يا سيدي. يعني أنا بزيدك من الشعر بيت. أنا أتمنى الرئيس بشار الأسد يقف غدا ويقول إنه لن يترشح في انتخابات 2014. أنا نهاية مدتي خدمتي 2014، أنا لن أترشح كرئيس جمهورية بعد 2014. 13 سنة حكم تكفيني من هذا القصة. أتمنى أن يقول ذلك. إذا هو حريص على مصلحة سوريا وفعلا يقدم مصلحة سوريا على شيء، أن يكف عن العناد والنظام يكف عن العناد. يقول زي ما قال حسني مبارك، زي ما قال يا سيدي الرئيس اليمني، زي ما قال إنه أنا يا أعاهدكم كشعب سوريا إني أنا أريد أن أقودكم لبر الأمان ولتسوية سياسية، وبعد 2014 انتخابات رئاسية حرة وشفافة ومهنية وبشهود وبحضور مراقبين دوليين، ولن أترشح بعدها. أتمنى أن يقول ذلك.